تخيل طفل صغير اسمه آدم، كل ليلة كي يطفي الضو ويحاول باش يرقد يسمع همسة خفيفة جاية من تحت الفرش، صوت قريب برشا كأنه يقول منحبش نكون وحدي. وقتها آدم بدا يخاف، يشد في الغطا بيديه ويرعش وينادي على أمه، وهي كيف تجي تطمنه وتقوله يمكن تتخيل، لكن الصوت يرجع كل ليلة أقرب وأكثر غموض. في ليلة معاش ينجم يتحمل بط تحت الفرش بشوية وركع قدام في الظلام ومد راسه تحت الفرش، فجأة شاف عينيه تلمع، قلبه وقف لحظة، قام يصيح ويعيط على أمه، جاتو تجري في يدها مصباح صغير، قربت بشوية لكن المفاجأة كانت كبيرة، ما كانش وحش ولا شبح، كان قطوس صغير ضايع يرعش وخايف ما يحبش يقعد وحده. آدم تنفس وقرب منه بحنان، أمه قالت له بكل لطف شفت يا قلبي برشا مرات الحاجة اللي نخافوا منها تطلع مستحقة حب مش خوف. من هذيك الليلة آدم ما عاش يخاف كيف يرقد، خاطر الصوت اللي يخوفه ولا صاحبه الصغير اللي يرقد بحذاه كل يوم. العبرة هي انه مش كل حاجة نخافوا منها تكون خطر، مرات الخوف يخلينا نتخيلوا الأسوأ، أما الحقيقة إنه اللي قدامنا محتاج حنان وحب مش خوف، والشجاعة إنك تواجه خوفك باش تكتشف الحقيقة. إذا عجبتكم الحكاية اعملوا لي لايك واشتراك في القناة باش يوصلولكم قصص جديدة، وتصبحوا على خير، نستناكم في حكاية جديدة